يا اهلا، جايب لكم النهارده لعبه حماسيه جدا، ولعبه حرفيا كلها كوميديانو. لعبه فيها مسرحيات، افلام، مسلسلات. اللعبه غريبه شويه. اسم اللعبه من غير كلام. حرفيا اللعبه دي هتلم العيله. لعبه جماعيه جامده جدا جدا جدا. وبنقسمها لفريقين: فريق باللون الاحمر وباللون الاخضر او الازرق، براحتك. بس حرفيا لعبه جامده جدا، وهتكون فيها شويه كوميديان. لان انت هتبدا تمثل الفيلم لاصحابك، واصحابك المفروض يعرفوا اسم الفيلم. فالموضوع جامد جدا. يلا بينا نشوفه مع بعض. اسم اللعبة من غير كلام. حرفيا لعبة ممتعة جدا. يلا بينا نشرح لعبة من غير كلام. أول حاجة بنجيب وقت، أو تليفون أو ساعة أو أي حاجة. لازم يكون معك وقت، لأن الوقت 90 ثانية. يعني مهم جدا جدا إن يكون معك تليفون تاني. أوكي. إحنا دلوقتي أول حاجة إيه المحتوى؟ دي شكل العلبة، خلاص مش عاوزينها في حاجة. إيه المحتوى بقى؟ الناس الجميلة تصلي على النبي. وأنت حبيب قلبي لو بتحب الألعاب الجماعية ولسه ما اشتركتش، أتمنى تشترك ولايك جميل، وارجع نكمل مع بعض. اشتركت؟ استنى اهو. يلا بينا. اول حاجه بيظهر معانا الوان باللون اهو. بص: واحد، اتنين، تلاته. اوكي. وده طبعا الشرح بتاعها، فاحنا عشان هنشرحها مش هنحتاجه في حاجه. احنا دلوقتي اول حاجه هنا يا جماعه، ايه المحتوى بتاع الكروت دي والكروت دي؟ دي كروت اسمها كروت الحظ، تمام. ودي ودول فريقين: الفريق اللي باللون الازرق والفريق اللي باللون الاصفر. احنا دلوقتي بنقسمهم فريقين. اول حاجه الفريقين مثلا احنا 6 اشخاص عاوزين نلعب. هخلي هنا 3، اوكي، وهنا 3. كده احنا قسمنا بعض فريقين. والاشخاص دي هتاخد اللون الازرق، والاشخاص دي هتاخد اللون الاصفر. تمام. ده الان الدنيا حلوه. الفكره ايه المحتوى؟ تعال اقول لكم ايه المحتوى بتاع الكروت بعد كده هبدا اشرحها. احنا هنا دلوقتي الفكره هنا مسلسل وفيلم وايه ومسرحيه. هنا ذئاب الجبل، احنا بتوع الاتوبيس، رايا وسكينه. اوكي. او هي الفكره كلها يا فيلم يا مسلسل يا ايه يا مسرحيه. نفس الفكره هنا: يا فيلم يا مسلسل يا مسرحيه. ركز معايا. احنا عرفنا دلوقتي ايه المحتوى بتاع الكروت دي: فيلم، مسلسل، مسرحيه. فيلم، مسلسل، مسرحيه. رجعها تاني ورجع دي تاني. وهنا في كروت اسمها كروت الحظ. ايه كروت الحظ دي دلوقتي؟ انا دلوقتي يا جماعه ممكن اسحب كارت. في كروت فيها لو جالي مثلا الحته دي ده كارت الحظ، فاذا اسحب كارت الحظ وانفذه. في كروت فيها كروت حظ وفي كروت لا. هنا مفيش فيها حاجه. يعني مثلا ده كارت حظ، اوكي. المفروض هنفذ اول ما يجي لي مثلا سحبت الكارت ده، هبدا اسحب كارت حظ وانفذ الحكم اللي فيه. دلوقتي افهمكم الدنيا برضو بطريقه بسيطه. احنا دلوقتي هنبدأ. المفروض معانا التليفون، هنبدأ في ايه 30 ثانية. الفريق ده دلوقتي هيبدأ يسحب كارت. ركزوا معايا. الفريق ده سحب كارت. هنا المسلسل الاختيار، والفيلم سفاح النساء، والعيال كبرت دي المسرحية. هيقوموا مختارين شخص من الفريق التاني. بص كده: شخص من الفريق التاني، وهيوروه المحتوى بتاع الفيلم. اخترنا شخص اهو، تعالى معانا هنا. بص المحتوى بتاع الفيلم. قام هو خد باله: الاختيار، سفاح النساء، العيال كبرت. وهنا طبعا مفيش العلامة بتاعت الايه بتاعت كروت الحظ، فمش هيسحب كارت حظ. الفكرة كلها ان الشخص ده هيبدأ يمثل من غير ما يتكلم. هيمثل، هيقعد يعمل حركات بإيده، يتنطط، يعمل أي حاجة. بس الفكرة كلهم إن هو يحاول يخلي الفريق بتاعه يعرف يا المسلسل يا الفيلم يا العيال كبرت. سفاح نساء هيقعد يعمل أكنه سكينة وشعره الفكرة إن إحنا نبدأ 30 ثانية، وخلال ال 30 ثانية لازم يخلي أصحابه يعرفوا أي حاجة من التلاتة دول من غير ما يتكلم. لو ما عرفوش هيقوم مرجع الكارت تاني، لو عرفوا ياخدوا الكارت. عرفت ازاي للآن؟ هنكمل تاني. دلوقتي مثلا قاعد يشرح لاصحابه ما عرفوهاش، هنقوم مرجعين الكارت كما كان. اوكي. ولا اكن حصل حاجه. بعد كده الفريق التاني هيبدأ يسحب. هنسحب من هنا المسلسل مثلا ذئاب الجبل، واحنا بتوع الاتوبيس الفريق ده دلوقتي الفريق الازرق. اوكي. ذئاب الجبل احنا بتوع الاتوبيس رايا وسكينه. انا المفروض دلوقتي اختار شخص من هنا، وهوريه المحتوى بتاع الفيلم او المسلسل. احنا اخترنا الشخص ده. الاتنين دول ما يعرفوش حاجة يا جماعة. الاتنين دول دلوقتي ما يعرفوش حاجة. هيقوم جاي بعد ما عرف المحتوى بتاع المسلسل أو المسرحية أو الفيلم، وهنا برضو ما جاش كارت الإيه الكارت بتاع الحظ، فمش هنسحب كارت حظ. هيبدأ يقعد يمثل لحد ما لو عرفوه مثلا قعد يمثل لحد ما قال له إيه ذئاب الجبل. الفريق ده عرف، يقوم واخد الكارت. كده الفريق ده خد كارت دلوقتي. أوكي. الفكرة اللي ياخد كروت من التاني أكتر. دلوقتي مثلا عايز أجيب لكم كارت حظ أهو. مثلا ده كارت الحظ. ركز معايا يا حبيب قلبي. ده
كارت الحظ اللي بيجي معاه العلامة دي ده ما جاش كارت حظ، فإذا مش هنسحب كارت الحظ. أول ما يجيلك الكارت ده المفروض الفريق يقوم ساحب كارت حظ. إيه فيه بقى؟ هنا يقول لك حظ سعيد المرة القادمة، أوكي مثلا ترجعه تاني. أو تعالى أوريكم شوية أحكام. بيقول لك هنا إيه؟ نقص كلمة من اسم الفيلم. مثال لو الفيلم مثلا هروب اضطراري هينقص كلمة، لو قالوا هروب يبقى خلاص ياخدوا الكارت. نقص كلمة من اسم الفيلم، يعني انت هتقعد تمثل لحد ما يقولوا هروب، بس لو قالوا هروب ياخدوا الكارت. تمام؟ ده كارت حظ مثلا. لو هنا بيقول لك ايه؟ مبروك كسبت من غير تمثيل، يعني هتقوم واخد الكارت من غير ما تمثل. الفكرة كلها اللي بيلم كروت أكتر هو اللي بيكسب. حرفيا لعبة جامدة جدا، ولو 4 5 6 أيا كان اللي بتلعبوا اللعبة هتكون لذيذة جدا جدا جدا. وباختصار ده كان شرح اللعبة. حرفيا اللعبة عجبتني جدا جدا جدا. وأيا كان يا جماعة الشرح ما بيكونش زي الحقيقة، وأنت بتلعب بتكون في حتة تانية. أنا اللعبة فكرتها عجباني، لأن إحنا حرفيا كل شخص هيمثل بأسلوبه، فهتكون حاجة كوميديانو شوية. أهم حاجة تكون اللعبة عجبتك. واستنوني في شرح لعبة جديدة. ولو انت عندك اسم لعبة غريب جدا ومحتاجني اشرحها اكتب لي اسمها تحت وكلمة حلوة بقى عشان تحمسني ان انا اشرح لك باقي الالعاب. السلام عليكم.